يوم التروية. اعلم أخي الكريم أن اليوم 8 من ذي الحجة يطلق عليه يوم التروية، فأحرم بالحج، أحرم بالحج. وإن كنت قارنا فأنت على حجك من يوم أن أتيت، وإن كنت مفردا فأنت كذلك على حجك من يوم أن أتيت. أحرم بالحج قبيل الظهر، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مكانك الذي أنت فيه لا تتكلف الخروج إلى أدنى الحل، ولا تتكلف الخروج إلى بيت الله الحرام، بل أحرم من بيتك، من موضعك الذي أنت فيه، وافعل كل ما فعلته عندما أحرمت من الميقات. هنا نيتك الحج، فقل لبيك حجا، وابدأ بهذا النشيد العظيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من لم يستطع الإحرام في هذا اليوم، أو كان ينوي الخروج إلى عرفة مباشرة في اليوم 9، فلا بأس ولا شيء عليه، غير أنه قصر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم إلا يوم عرفة. توجه إلى منى متى استطعت ذلك، قبل الظهر محرما ملبيا، فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في موعدها، مع قصر الرباعية